السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير متابعينا ومتابعين سنتر الرسول الوطني المنزلية. طبعا احنا خدنا طبعا الركن بتاع شركة ماكس، وجينا لكم فيديو تاني بقى النهارده تمام بشركة وينر، الشركة اللي هي عالية جدا. هنبدأوا فيها طبعا ايه، والخامات احنا بنجيب لكم الخامات اللي هي الشركات اللي هي تعتبر يعني من اعلى الشركات في مصر، اللي هي منافس بيها في الخارج، مش واقفه عند هنا. يعني المنتجات اللي هي بتشرف مصر بجد. نبداوا طبعا بطقم التوابل اللي هو البسيط دوت زي ما انتم شايفين كده تمام. ده طقم توابل بقى حاجه جديده من نوعها طبعا. ده تمام القطعه بتاعته كده تمام لوحدها تمام. بص بقى هنا كده عاملين ايه، شايفين الكلام ده؟ هنوريه لكم عمليا كده بقى. يعني دوت الطقم بيبقى 3 مع بعض. بيركب ازاي؟ شايفين عاملين الارضيه بتاعته، الرجل بتاعته كده علشان يبقى فيه سهوله ان انت تحطيه كده وتلفيه فيثبت. خلاص هو كده اتثبت ما بيتحركش تمام. اهوت ثالث اهوت، فيقف فتحط الطابق فيه في اي مكان توقف فيه. خلاص هو كده مهما يبقى يمين شمال مش هيقع. الغطا بتاعه محكم عشان اكلينك خامة عالية جدا، تقدر تحط فيه التوابل وانت مطمنة، مفيش حاجة تتكب، مفيش حاجة تقع، مفيش كلام من ده خالص. تميز برضه بألوانه، شايفين ألواناته؟ أدي لون، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5، أبيض. الأبيض ألواناته كتير، شايفين ألواناته؟ اهي شايفين ألواناته؟ لسه في الأبيض. لا الشركة ديت شركة حاجة ما شاء الله ما شاء الله، خامات عالية جدا. عاملين مثلا الصفاية ديت زي ما انتم شايفين كده، صفاية المعالق والشوك والسكاكين، القطعة بتاعتها ديت كل اللي جوه ديت بتركب فوق هنا عشان تعلقي عليها طبعا مضارب البيض، اي حاجة هتتعلق عليها تمام. ده بالنسبة لشركة وينر. فيها حاجات كتير. في عندنا مثلا هنا فيها زي ما انتم شايفين كده العصارة ديت، العصارات بتاعتها الدورق، اسمه ده دورق تعصر فيه طبعا البرتقال. ما ينزلش البذر طبعا هنا، يبدا ان انت تنزلي تعملي العصير وتنزليه هنا وتبداي تصبيه باشكاله وملوناته كلها زي ما انتم شايفين. واخد طبعا رقم BB 5 تمام، يعني امن جدا جدا في اي حاجه. ده طبعا من شركه ايه؟ وينر. عاملين لكم برضو هنا طقم علب 3 قطع، علب للثلاجه كليبس، حاجه محكمه جدا. الكبير بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهوت، في مقاسين منها، ده 3 في 1 وده 2 في 1 اللي هو الكبير كده. ودخلنا طبعا على شركه برو الغنيه عن التعريف العالميه، اللي احنا طبعا كنا عملنا لكم فيديوهات كتير عن منتجاتها. ده دورق دوار، بصوا يا جماعه، ده دورق تقدر ان انت يتعمل فيه طبعا دوار كده عشان يتعمل فيه اي حاجه انت حباها من الشوكولاته، العصاير تمام. الناس كلهم بتاخد الدوار، الناس كلهم بتاخد الدوار. بصوا تاني اهو، بصوا يا جماعه طبعا المفروض يتمسك كده اهو تمام. تبداي ان انت تلفي منه، تعملي طبعا بيتعمل فيه النوتيلا، الشوكولاتات، تعمل فيه العصاير مع التقليب زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده خامه عاليه جدا 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 من شركه برو. بألوانه وصف طبعا بألوانه كلها، كل ألواناته على فكرة موجودة زي ما انتم شايفين كده تمام. كل ألواناته متوفرة زي ما انتم شايفين كده تمام. علب البقوليات بتاعته برده اهي بتتميز طبعا ان هي ليها فتحة من هنا كده، تقدر ان انت تدخلي الفتحة دي كده لما معلش هو ايه بشرينك مش هنقدر نفتحه تمام. نحط فيه طبعا البقوليات بتاعتنا اي حاجه، نرفع بس نشد دي ورا كده ونفضي اللي احنا عايزينه ونطلعها تاني. محكم، الواناته كلها زي ما انتم شايفين كده، خامات عاليه. في منه الطقم اللي هو ال3 في 1 اهوت، انا بوريكم برده. ده
3 يعني دي القطعه واحده، ده 3 قطع زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي قطعه 2 3 تمام. ادي دوت 3 الا ربع لتر، ودوت 2 لتر وواحد وربع لتر زي ما انتم شايفين كده تمام كده. ده بالنسبه لشركه ايه؟ برو. تمام. عملت لنا شركه برو برضو ايه بقى؟ في الالكتروني ده زي ما هو موضح في الصوره كده، ده 4 دور. حاجه طبعا تنفع للكبار، للمنظفات، حسب ما هتوظفيه طبعا انتوا في المكان اللي انت هتحطيه فيه. تمام كده. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وهنشوفكم طبعا على شركه ثالثه ان شاء الله، وشركه رابعه طبعا على دي شركه ريا. وادي شركه ريا بقى اللي هي طبعا اكثر حاجه طبعا مشهوره فيها طبعا التسالي دول الورده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا بتتحط طبعا التليفون المحمول، كلكم عارفينه طبعا غني عن التعريف. تمام. حط فيه 3 تسالي تمام زي ما موضح على الصوره كده، على الصوره بتاعته كده. حط التسالي بشكل محترم بشكل كويس، ونبقى نحط هنا مثلا الموبايل، التاب، اي حاجه. الاطفال طبعا بتبقى قاعده بتتسلى كده طبعا الحياه بشكل محترم وشكل منظم كده. عملوا ايه بقى تاني؟ دي مصفى 2 في 1 زي ما انت شايفه كده، المصفى كده تمام. وادي المصفى للغسيل طبعا الخضار، الفواكه، اي حاجه طبعا انت حابه تغسليها تقدر تغسليها هنا وتصفيها وتسيبها تتصفى. تمام. قطعتين اهو، القطعه دي تسيبيها تتصفى هنا لوحديها. تمام. وبعد كده تحطيها تكمل بقى تصفيتها زي ما انت شايف باشكالها بالوانها. ده لون، ادي لون، ادي لون، ادي لون، شايفين؟ وخامات كلها بيور، حاجه ما شاء الله عاليه جدا. ماشي. الضاغط بقى دوت اللي كل الناس طبعا عارفينه، ديسبنسر الصابون، نقدر نحط الصابون هنا. تمام. ونقدر ان احنا طبعا نحط هنا مثلا شاور، شامبو، فرش، معجون، اي حاجه تقدر تحطيها هنا. الليفه تمام عشان تديها انك تضغطي هنا في الصابون فتحطي محتوياتك كلها هنا. تمام كده. طبعا ودخلنا طبعا على ايه؟ البيو ماكس. ادي علب البقوليات بتاعت البيو ماكس، ودي متوفره الحمد لله عندنا. تمام. وبتتميز طبعا ان هي طبعا ليها طبعا اليد ديت عشان تبداي تشدي كده او تجيبيها كده تقفلي بيها. في منها الصغيره وفي منها اللي هي الكبيره بالوانات كلها زي ما انتم شايفين كده. ايوه تمام. دي كده بص كده بس عشان هو الشرينك بس يعني ايه هو هيبدا يبان كده. دي كده بتقفل وكده بتفتح. تبداي فيها بقى حاجه هنا طبعا ده معيار 200 وادي 100. تمام. ان انت لو حبيتي ان انت تكبي من جوه من هنا على العيار بتاعك وبعد كده تيجي كبه فوق هنا منزلاه من هنا، يبقى ده بره عن ده خالص، ملوش علاقه بايه بالبقوليات اللي هي جوه خالص. تمام كده. ده حاجه برده ايه من شركه بيو ماكس. طيب عملت ايه بيو ماكس تاني؟ عملت حاجه بقى مفيش حد بيستغنى عنها، حاجه جديده بقى باشكالها بالوانها زي ما انتم شايفين كل الالوان ديت. طبعا تقدر ان انت بنقدر نحط فيها الاسترتش، نحط فيها الفويل. تمام. ونقفل عليها. وهنا بقى في ايه زي سكينه وشرشره اهي نقدر ان احنا بنقطع بيها. تمام. ونستخدم الحيه على طول نبدا نقطع مره واحده. تمام كده اهي زي ما انتم شايفين كده. حاجه ما شاء الله ما شاء الله من شركه بيو ماكس جديده يعني اهي. عملوا ايه بقى؟ ادي السكينه، دي سكينه اهيت للتقطيع. دي تقطيع البطاطس، تقطيع المخلل، تقطيع اي حاجه. وعلى فكره جدا 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 جدا
عملوا قشرات للبطاطس. طبعا المبشره دي جميله لجوز الطيب، للثوم، لاي حاجه. عجلات البيتزا زي ما انتم شايفين كده، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بتاعتها اللي مسمينها الفراشه، هي لان هي لها يد كده تقدر انك تشيليه تمام منه على شكل فراشه. في منها الصغير وفي منها اللي هي الايه الكبير، مقاسين منها تقدر انت تشكلي دي بالقطعه بالواحده، تشكلي منها زي ما انت عايزه. يا ريت الفيديو ده يكون عجبكم، وهنبدا نخش لكم برضه على شركه رابعه وخمسه وسته، شركات كتير وان شاء الله بعون الله الشغل كتير. وهنبدا بقى زي ما وعدناكم من هنا لغايه العيد الكبير هنعرض لكم فيديوهات كتير، وهنبدا ان احنا نوريكم عشان لو انتم اي حاجه من المنتجات ديت اللي احنا طبعا لسه اللي قدرنا نوفروه وفرناه، اللي احنا لسه ما وفرناهوش تقدروا ان انتوا تكتبوا لنا تحت الحاجه اللي كانت في الفيديو كذا احنا محتاجينها. تمام كده، والسلام عليكم ورحمه الله.